السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد أيمن. النهاردة عندنا حلقة جديدة وسلسلة جديدة. النهاردة هندرب الأهلي المصري. الحلقة المفروض تنزل من يومين بس حصل مشكلة. بعد ما صورت الحلقة أنا وبمنتج الحلقة اتمسحت من الموبايل، فللأسف هصورها تاني من غير مونتاج المرة دي علشان عندي امتحانات ومش فاضي منتج. هخلص امتحانات إن شاء الله وهنزل لكم بعظمة. ويلا بينا، لكن قبل ما نبدأ حابب أقول لكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وبس كده، يلا بينا هنختاروا الأهلي وبس. يلا بينا، دي الإعدادات اللي هنبدأ بيها. ونشوفوا الآن الميزانية 48 مليون، يعني يعتبر كويس. جاء عرض لمحمد فخري وإمام عاشور. هشوف العروض. جاء محمد فخري طاقته سيئة، روح. إمام عاشور مستحيل أبيعه. والآن هبيع اللاعبين الكبار في السن زي مثلا موديست، هبيعه. عملتله استغناء علشان كان هيعتزل في نهاية الموسم. وفي كم لاعب أنا مش محتاجه طاقتهم سيئة فأنا هبيعه. وكهرباء أخلص وارجع لكم. والآن خلصت أظبط التشكيلة وارجع لكم. ودلوقتي خلصت التشكيلة، خلاص انتهيت. احنا محتاجين تعاقدات، يعني عايزين مدافع بديل لعلي معلول عشان سنه كبر وطاقته في النازل. وعايزين جناح مكان عبد القادر، وهيكون صانع ألعاب من الغريم التقليدي لنادي الأهلي. أكيد كلكم عرفتوه خلاص، مش مستاهل يعني أوضح أكتر من كده. هو زيزو. هو وزيزو قدمت له عرض الآن. والجناح اللي أنا الظهير اللي أنا هجيبه بديل لعلي معلول هيكون من بيراميدز، وسام الجلال صاحب العمر 25 سنة. طاقته حلوة وسريع وعالمي وبيدافع كويس. قدمت له عرض وهننتظروا الرد بتاع اللعيبة. زيزو وافق، ومحمد فخري اتباع، وسام الجلال رفض، وإمام عاشور رفض إن أنا أبيعه. حط الزيزو الآن في التشكيلة. هينزل مكان بيرسيتاو أنا هخليه بديل علشان عمره 29. ففي لعيبة عايزة تتطور أصغر منه بسنين طويلة زي رضا سليم واللعيبة الجامدة دي. روحوا تاني لأسامة جلال، أبدله بمين؟ عايز أبدله بلاعب أنا. محمد هاني، خدوا محمد هاني وبس. أسامة جلال رفض برضو المرة دي، هديله عرض مش هيحلم ان هو ياخده في اي حتة غير في الاهلي. قيمة الراتب 6 مليون، والانتقال 6 مليون، 5 مواسم وبس. في عروض جت للعيبة ولا لسه؟ ادينا هنشوفه. في عرض جال كريم ندفيد، اسعار قليلة من الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، هرفع السعر. وجا عرض المتولي من فياريال. وجا عرض الكريم فؤاد بقيمة 9 مليون. روح يا بطل، لو رفعت السعر مش هيزود، هيرفض. والآن أسامة جلال رسميا وقع لنادي الأهلي، وكريم فؤاد يتباع. وصل إلى النادي خلاص السفاح. الصفقة الأسطورية هينزل هنا كبديل. وبس كده، شبه اكتملت التشكيلة من التعاقدات، لكن لسه هنبيعه كم لاعب. ومحمود متولي يغادر نادي الأهلي الآن. ويلا بينا ماتش ضد الداخلية في الدوري وتجربة الفريق، علشان لو في مراكز فيها ضعف ألحق أتعاقد مع كم لاعب قبل انتهاء فترة الانتقالات. ويلا بينا على المباراة الآن. ليتس جو. فيها التعليق العربي اللعبة. الماتش في على أرضنا.
أحمد رفعت مع الكرة خطيرة، كرة خطيرة حلوة. زيزو، عالمي زيزو يحاول ينطلق، خطير، حلوة. أوب. عرضية عالية حلوة عبد المنعم، طلع مروان الزوز. اوبا، عد هاتوا علي معلول. ليه امام عاشور ستة تعد؟ حلو معلول، يتقدم معلول، حلوة، يا سلام على الباص. روح يا عبد القادر، مش سريع، يا سلام. شفت فرش الواد ازاي؟ بص، شوف. يا سلام. ونهاية الشوط الآن، هعمل لي شوية تبديلات. الشوط الأول انتهى، نخش برضا سليم مكان عبد القادر، وأخش بكوكا مكان اليو ديانج، وأسامة جلال مكان علي معلول، وبس كده. يلا بينا على بداية الشوط التاني. عندي مروان عطية تقدم، تدخل عنيف، حلوة يا كوكا، عالمي هذا الصغير في السن. يلعب عند زيزو والعرضية هي، يلا يا زيزو، حلوة، يا سلام. حلوة الحرس يتألق. زيزو يتقدم، فين الرأسية امام عاشور؟ فاول من مكان، خطيرة، عرضية عليها خطيرة، خطير الدخلة، حلوة ياسر ابراهيم يا بطل. يلا يا وسام، اوبا، الزاوية فاضية يا وسام جلال، عالمي رايح فين؟ يخرب بيته. كنت عايز اعدي وارفع الكرة عالية، بس عملت ايه؟ جول. الله يا وسام. ابو علي يضرب في الشبكة على 25 سنة، السفاح الفلسطيني وسام يا ابو علي، عالمي. شوفوا رأسية من مروان عطية الزيزو اسيست لوسام ابو علي، ومن لمسة واحدة في الشبكة، يا عالمي. هو ده المهاجم السفاح، عالمي يا وسام يا ابو علي. عاش يا أسامة جلال يا بطل. ركنية الآن خطيرة، ركنية خطيرة. أوب، حلو. يلا، حلوة يا مروان عطية، بعيدة دي عن زيزو شوي، طولت. يلا، خطيرة، هيسجل ولا ايه؟ ماذا يفعل الآن؟ ما حلوة شنو يا بطل، الشناوي الغالي، حلو. وسام أبو علي، حلوة. يلا يا مان بطل، روح يا رضا يا سليم. احنا محتاجين كنا المفروض اشترينا جناح سريع جدا. امام عاشور يلعب الكرة عند رضا سليم والتسديدة حلوة في يد الحارس، سهلة. وانتهت المباراة رسميا، وكسبنا وخدنا 3 نقاط. أداء جيد وممتاز من اللعيبة كلهم، تعاقدات زي الفل. بس احنا كان ناقصنا جناح سريع، لكن في الأيام القادمة إن شاء الله. وعمرو السولية الآن يغادر نادي الأهلي بقيمة 3,700,000 رسميا. وكهربا خارج نادي الأهلي. والآن عندنا ماتش ضد بلدية المحلة، آخر ماتش في الحلقة. سامحوني يا شباب، الحلقة قصيرة علشان عندي امتحانات بكرة الصبح، وادعوا لي يا شباب ان انا انجح ان شاء الله واخلص امتحانات، وهتشوفوا مني دعم اسطوري، يعني هتشوفوا مني حلقات اسطورية الفترة القادمة ان شاء الله لما اخلص امتحانات. يلا بينا على ماتش ضد البلدية المحلة، ليتس جو. بداية الماتش الان، عندي مروان عطية يتقدم، يلعب عند عبد القادر. ماذا تفعل؟ حلوة يا مان، جول. كان هذا يتألق زيزو، الماتش اللي فات اسيست، والماتش ده جول. العالمي احمد السيد زيزو انطلق بالسرعة واضرب في الشباك في الزاوية البعيدة،
عالمي هذا زيزو، عالمي يا زيزو، زيزو. ها يلا اهي، بص هي يا عبقاد، حلوة هي والعرضية. تأخرت يا وسام أبو علي، كان المفروض توصل بسرعة. إمام عاشور ما زالت حلوة التسديد، حلو وفاول من زاوية خطيرة. يلا يا زيزو، عايزك تعملها زيزو، قويت. اتسرعت انا، كان المفروض اركز اكتر من كده. وانتهت المباراة وكسبنا الماتش الثاني على التوالي بنفس النتيجة. ورجل المباراة احمد السيد زيزو الاسطوري، افضل لاعب في مصر حاليا. زيزو هو الاصل، احسن لاعب في مصر. اوكي شباب، وكريم ندفيد يغادر النادي الاهلي وخلاص خارج النادي. والآن وصلت إلى نهاية الحلقة يا شباب. الحلقة القادمة هنلعب ضد الجونة. رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد على في السلسلة دي. وبس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم.